ايه هو الفتور العاطفي؟ الايموشنال بلاتو. في بدايه اي علاقه عاطفيه بيبقى عندنا حاله اشبه بالانبهار الكامل، شغف، تواصل مستمر، مشاعر جياشه ومشتعله، اللي هو بنسميه شغف البدايات. الحاله دي العلماء سموها لايمرنس، ودي حاله الهوس بالشريك بتحركها كيمياء معينه في المخ. رقم واحد افراز عالي للدوبامين، وده المسؤول عن المتعه والمكافاه، والنور ادرينالين اللي بيزود الطاقه والانتباه. بس بعد فتره معينه الجهاز العصبي بيبدا يوازن نفسه. المشاعر هنا مش بتموت، بس بتتحول لنوع اعمق من الارتباط اللي بيسموها مرحله الفتور العاطفي، ايموشنال بلاتو. فجاه بتلاقي الشغف قل وكل حاجه قلت بعد الشعله من التواصل المستمر، وانت فين وما داخل الحمام تستأذن منه وانا رايح اصلي يستأذن منها، كل ده بيقل مره واحده. دي اسمها مرحله الفتور العاطفي او الايموشنال بلاتو. طب ايه التفسير العلمي اللي بيحصل عشان نكون فاهمين؟ برضو كيمياء المخ بيبدا يعتمد على هرمونات زي الاكسيتوسين المعروف بهرمون الترابط، وهرمون الفازوبريسين ده بيكون مرتبط اكتر بالاستقرار والالتزام. ايوه يا عم انا مالي بالكلام ده كله، ده انا بس بعرفك ان التغيير اللي بيحصل مره واحده ده وفقدان الشغف المفاجئ ده دي مرحله طبيعيه، بس احيانا بتتفسر غلط وتلاقي نفسك بتقعد تسال هو انا بطلت احب ولا العلاقه خلصت؟ هو ايه الهدوء المفاجئ ده؟ هو الشغف راح فين؟ الحقيقه ان الفتور العاطفي مش دليل